السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. رمضان بقى ولازم نعمل فول، لازم ندمس فول في البيت، بتبقى ليه طعم ومذاق تاني خالص. تعالوا نعمل مع بعض الفول باسهل طريقه، مش هياخد معانا ان شاء الله وقت. هنبدا ونقول اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. معايا فول، انا نقعاه يعني من امبارح بالليل في ميه سخنه، وببدا ابدل الميه عليه كل كام ساعه كده على قد ما تقدري. وبعدين كمان غسلت يعني نص كوبايه من العدس، ونص كوبايه من القمح، ونص كوبايه من الحمص. ينفع حمص من اللي هو النوع دوت، وينفع من الحمص اللي هو الشام، اي حاجه من الاتنين هينفع. نبدا ونحط بقى المكونات كلها. معايا هنا القدره، او لو ما عندكيش قدره ينفع حله كمان، وحله بس تكون محكمه الغلق عشان ما تطلعش بخار كتير، فيستوي اسرع ويبقى اسهل عليكي. هنبدا كده، بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما انتوا شايفين حطيت خلاص الفول كده اهو، ما كملش مثلا نص البتاع عشان يبقى فيه مساحه لبقيه الحاجه. وهنحط كمان العدس، وهنبدا كمان نحط الحمص، نحط اللي هو القمح ده كده، طماطمايه كامله ونحطها زي ما هي كده، وجزرايه كبيره شويه، وليمونيه سليمه بس قطعتها نص. هنحط معلقه واحده بس من الكركم، حبه من الخل عشان يخلي الفول يبقى فاتح، ونحط معلقه من السكر. تمام كده، حطينا كل المقادير وخلاص. هي ايه يعني، في مساحه ان احنا نحط ميه، واهم حاجه نحط ميه سخنه. بسم الله الرحمن الرحيم، لحد ما تتملي خالص بالميه السخنه. تمام كده، بعدين هنغطيها، هنحطها على نار عاليه الاول، على اصغر عين عندنا هنحطها على نار عاليه لحد ما تغلي، وبعد كده هنهدي النور شمعه، يدوبك شمعه. وكل ساعه كل ساعتين هنيجي نبص عليه ونشوف الميه، لو قلت هنزودها طبعا ميه سخنه. وبعد 3 ساعات كان الفول اتدمس وطلع ما شاء الله زبدة جدا، وكان ما شاء الله كان طعمه حلو قوي. ربنا يحسن ما بين ايديكم وتجربوه ويعود عليكم الايام بخير يا رب، وربنا يحسن ما بين ايديكم، وان شاء الله يعجبكم الفيديو. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناة. اشكرك جدا على المتابعة، السلام عليكم. السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. رمضان بقى ولازم نعمل فول، لازم ندمس فول في البيت، بتبقى ليه طعم ومذاق تاني خالص. تعالوا نعمل مع بعض الفول باسهل طريقه، مش هياخد معانا ان شاء الله وقت. هنبدا ونقول اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. معايا فول، انا نقعاه يعني من امبارح بالليل في ميه سخنه، وببدا ابدل الميه عليه كل كام ساعه كده على قد ما تقدري. وبعدين كمان غسلت يعني نص كوبايه من العدس، ونص كوبايه من القمح، ونص كوبايه من الحمص. ينفع حمص من اللي هو النوع دوت، وينفع من الحمص اللي هو الشام، اي حاجه من الاتنين هينفع. نبدا ونحط بقى المكونات كلها. معايا هنا القدره، او لو ما عندكيش قدره ينفع حله كمان، وحله بس تكون محكمه الغلق عشان ما تطلعش بخار كتير، فيستوي اسرع ويبقى اسهل عليكي. هنبدا كده، بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما انتوا شايفين حطيت خلاص الفول كده اهو، ما كملش مثلا نص البتاع عشان يبقى فيه مساحه لبقيه الحاجه. وهنحط كمان العدس، وهنبدا كمان نحط الحمص، نحط اللي هو القمح ده كده، طماطمايه كامله ونحطها زي ما هي كده، وجزرايه كبيره شويه، وليمونيه سليمه بس قطعتها نص. هنحط معلقه واحده بس من الكركم، حبه من الخل عشان يخلي الفول يبقى فاتح، ونحط معلقه من السكر. تمام كده، حطينا كل المقادير وخلاص. هي ايه يعني، في مساحه ان احنا نحط ميه، واهم حاجه نحط ميه سخنه. بسم الله الرحمن الرحيم، لحد ما تتملي خالص بالميه السخنه. تمام كده، بعدين هنغطيها، هنحطها على نار عاليه الاول، على اصغر عين عندنا هنحطها على نار عاليه لحد ما تغلي، وبعد كده هنهدي النور شمعه، يدوبك شمعه. وكل ساعه كل ساعتين هنيجي نبص عليه ونشوف الميه، لو قلت هنزودها طبعا ميه سخنه.
وبعد 3 ساعات كان الفول اتدمس وطلع ما شاء الله زبدة جدا، وكان ما شاء الله كان طعمه حلو قوي. ربنا يحسن ما بين ايديكم وتجربوه ويعود عليكم الايام بخير يا رب، وربنا يحسن ما بين ايديكم، وان شاء الله يعجبكم الفيديو. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناة. اشكرك جدا على المتابعة. السلام عليكم.